مساء الفل عليكم. طبعا انت اكيد قضيت بقى وعملت جمعيه في التانيه في التالته عشان خاطر تبدا تاخد قرار السفر. ربنا كرمك وقدرت انك تعمل قرشين، حجزت التاشيره والتيكت وطلعت على المطار. احنا كعرب او مصريين بالاخص اول ما نخش الطياره او هنخش المطار كاول مره هيشد انتباهنا شويه حاجات. طب الحاجات اللي اكلمك عنها ديت هم 9 حاجات انا واثق ان مفيش حد سافر اول مره او حد هيسافر بعد كده اول مره مش هيتشدوا الحاجات ديت. ولو برضو سافرت وما خدتش بالك من الحاجات ديت فتركز فيها وتعرفها من باب العلم بالشيء، عشان لو حد سألك على اي حاجة تبقى عارف ترد عليه ازاي. طبعا كل حاجة في الطيارة من الشكل الخارجي والشكل الداخلي، بص كل تفصيلة حرفيا مدروسة من A to Z. هنتكلم في 9 حاجات هتبقى اولهم معانا ليه لون الطيارات كلها لونها ابيض. لون الابيض مش لون عبثي وخلاص، هم ما صحيش الصبح قالوا لا احنا هنعمل الطيارات لونها ابيض، لا، موضوع ان هم عاملين الطيارة لونها ابيض ديت ليها اكتر من سبب. اول حاجه عشان تكلفه الدهان. تكلفه الدهان بتاعت اللون الابيض اقل بكتير من اي لون تاني. لو لاحظت التاكسي بتاعنا اللي في القاهره او في ايا كانت المحافظه دايما تلاقي اللون بتاعه ابيض. ليه متميز باللون الابيض؟ عشان خاطر الابيض دوت بيقلل درجه الحراره. بص قصه كبيره كده. فخلينا نبدا في اول سبب ليه لون الطياره ابيض، هو عشان تكلفه الدهان. تاني حاجة هو وزن الدهان. اللون الابيض من غير اي اضافات الوان بيكون اخف وزن، وطبعا هناك في الطيارة او عشان الطيارة بتطير على مسافات طويلة واوزان والطيارة عبارة عن حديد، فحضرتك الوزن مهم فشخ في اكتر مما تتخيل. وتاني سبب معانا هو عكس ضوء الشمس عشان يقلل درجة الحرارة داخل الطيارة. عندك تشوف الوقت العربيات في الخليج اغلبيتها او 90% من لون العربيات في الخليج اللي هي البلاد اللي فيها الشمس او درجة الحرارة مرتفعة، هناك دايما تلاقي السيارات او تلاقي العربيات اللي هناك لونها ابيض. ليه؟ عشان تقلل درجة الحرارة جوه العربية عشان تعكس ضوء الشمس. اما تالت سبب او رابع سبب وانا شايفه هو الاهم، ان الطيارة لو لا قدر الله حصل فيها اي ظرف ووقعت مثلا فنزلت في المحيط فتتشاف من الطيارات او من القمر الصناعي، لو وقعت في الصحراء تتشاف، لو وقعت في اي حته تتشاف. وبالنسبه لموضوع وزن الطياره اللي هو كان ثانيا بس احنا هنتكلم فيه مؤخرا، يعني موضوع وزن الطياره بالنسبه للون، هي مش بس اللون. انت تعرف ان في شركه طيران وفرت 80 الف دولار سنويا عشان شالوا كام زتونه؟ تخيل الوجبه بتاعت المسافر اللي بتيجي بيبقى فيها مثلا تشيكن ولا بيف ولا مش عارف ايه ولا الشغل ده كله، كام زيتونه محطوطه؟ هم شالوا زيتونتين بس من الوجبه وفروا 80 ألف دولار استهلاك بنزين واستهلاك في سعر الزيتون أو تكلفة الزيتون. انت مستوعب؟ زيتونتين اتشالوا من الوجبه بقوا وفروا 80 الف دولار. ده مش رقم سهل، خلي بالك بالنسبه لشركه طيران بتركز في كل تفصيله. طبعا دخلت بقى الطياره وطلعت يا معلم، تاني حاجه هتشد انتباهك، ليه الكراسي دايما مش جنب الشباك؟ يعني دايما تلاقي الكرسي يا اما الشباك ورا شويه يا اما لازم تمد. ليه الكراسي مش موازيه للشبابيك؟ ده طبعا لان الشركه اللي بتشتري الطيارات من مصانع الطيران ما بتلتزمش بالجوده بتاعتها وبتحاول تزود عدد الكراسي، لان كل ما عدد الكراسي هيزيد او شركه الطيران هتحرق تذاكر اكتر وتركب عدد ركاب اكتر. فان هي تزود كراسي بتزود صفين 3 فتلاقي الصفوف مش مظبوطه على الشبابيك، لان ده من الطياره لما بتيجي من شركتها بتيجي من غير كراسي، وشركه الطيران ذات نفسها هي اللي بتركب الكراسي او تبدا تشتري موضوع الكراسي دوت. طبعا خيالك بعد المعلومه ديت ممكن يروح. الحمد لله ان اصحاب شركه الطيران دول ما بيركبوش الميكروباصات عندنا، كان زمانهم حاطين كراسي الاف في قلب الطياره. تالت حاجه هتستغرب لها هو الشباك ليه مش مدور؟ ليه دايما الشباك بيبقى بشكل بيضاوي او مستطيل على شكل طول فيه سنه كيرف؟ ده عشان خاطر الضغط مع ارتفاع الطياره، لان الطياره بتضغط كده، فحصلت ياما حوادث جامده جدا بسبب موضوع الازاز دوت. فبعد دراسه كبيره قرروا ان الشباك بتاع الطياره لازم يكون بشكل مستطيل او شكل بيضاوي منحني وسنه الضغط مع الطياره عشان ما يحصلش ان الازاز ده يتكسر، لان الطياره بتبقى ماشيه عباره عن بالونه، الحديد ده كله جواه هواء متعبي. انت الطياره مش ماشيه هي عباره عن حديد، لا هي بالونه ماشيه في الهواء حرفيا. ليه اصلا؟ لانها بترتفع على مسافات عاليه فالضغط بيقل والجاذبيه بتقل. موضوع اعقد مما تتخيل، والموضوع دوت مش بيدرسه واحد ولا اتنين، ده مهندسين واستشاريين وخبراء ووكالات متخصصة في كل تفصيلة عشان خاطر الطيران. طب قبل ما اكمل كلامي انت تعرف بس معلومة صغيرة، ان شركات الطيران اللي شغالة دي كلها شغالة على 5% من تعداد سكان كوكب الارض. 5%. انت مستوعب يا اسطى؟ قسما بالله انا لما
انا سمعت المعلومه، قلت اللي بيقولها بيهبد، رحت دورت واتاكدت ان شركات الطيران شغاله على 5% بس، 95% ما ركبوش طيارات. انت مستوعب؟ يعني انت مثلا في عيلتك ممكن 2 3 ركبوا، باقي العيله ما ركبتش طيارات. دي معلومه انا كان لازم اقولها لانها كانت شداني، فحبيت اعرفك بيها وافكرك. انت لو الكلام شدك وليك راي او اعتراض في اي حاجه تقدر تسيب لي في الكومنتات، مفيش كومنت مش هرد عليه. والسبب الرابع، اول ما الطياره تبدا تتحرك هتلاقي المضيفه بتطلب منك انك تعمل التليفون بتاعك وضع الطيران او تقفله نهائي. طب ايه اسباب حاجه زي ديت؟ اولا ما حصلتش ولا حادثه لحد دلوقتي مذكوره في تاريخ الطيران ان حصلت مشكله بسبب ان تليفونك يا رايق كان شغال. مفيش سبب لحادثه واحده يقول لك ان انت ما كنتش عامل وضع الطيران فالطياره عملت حادثه او ما عرفتش تقلع. بس السبب الوحيد المقنع اللي انا شايفه هو من خاف سلم، ده المبدا اللي هم ماشيين بيه، ان مثلا ممكن الشبكه بتاعتك تلغوش على الارسال بتاع الطياره مع البرج اللي بيتابعها وبيتابع خطط الطيارات اللي طالعه واللي نازله. انا شايف دي وجهه نظري، وشايف الاساسي من خاف سلم. ده المبدا الرابع. نخش على الخامس بتاعنا. ليه النور بقى بتاع الطياره بيطفي اول ما الطياره تبدا تلاقيها طالعه، تلاقي النور بتاع الطياره كله اتطفى؟ عشان الطياره تطير. حد فكر في الحوار ده قبل كده؟ ولما تيجي تنزل برضه تلاقي النور بتاع الطياره بيطفي. ده طبعا عشان لو قدر الله في اي حريقه ظاهره في الطياره او في جناح او في مروحه او في فيوز او ايا كان تبان، لان الحريقه في الضلمه بتبان اكتر، الحريقه والدخان بتاعها بيبانوا في الضلمه. طب انت لو تخيلت معايا لحظه، القراصنه بتاعت زمان دايما تلاقيهم لابسين بتاع سودا كده على عينيهم باستك، هم عينيهم الاتنين سليمه، هي عين ما فيهاش مشكله، بس هو عشان لو نط على مكان مظلم وهو عينيه في النور يبقى متاقلم على الوضع، يقوم قافل عينيه التانيه، يقوم فاتح عينيه اللي مضلمه في الضلمه ما يحسش باي تغيير. في تريكات كده في الطيران انا ما كنتش استوعبها قبل تحضير الفيديو دوت. وعموما المحتوى بتاعنا هو محتوى علمي هزلي نقاشي بدردشه بالحب مع بعض. نيجي بقى للمرحله السادسه اللي انت بتبقى حضرتك بص مفخد بهذا الوضع كده، تلاقي المضيفه داخله تقول لك شيكن ولا بيف سير، يعني عايز فراخ ولا لحمه؟ طبعا انت هتطلب اللي هتطلبه، ولما الاكل هينزل لك هتتصدم صدمه عمرك. ليه بقى؟ لان اكل الطيارات وحش جدا. هو مش وحش عشان الاكل وحش، لا هو وحش عشان حاسه التذوق عندك وحاسه الشم مع ارتفاع الضغط بتاع الجسم وانت في الجو. الحاجات دي بتاثر عليك حرفيا. الحاجات ديت عايز اقول لك بتوصلك لمرحله انك بتفقد حاسه الذوق. ممكن تاكل اكل ايه ده ما فيهوش طعم، ايه ده الاكل قديم، ده الاكل مش عارف، ده المشروب مش مسكر. لذلك شركات الطيران بتزود 20% من نسبة الملح والسكر في كل الرحلات بتاعتها، الا لو انت عندك ظروف خاصة. لذلك بعد شركات الطيران بتسألك عندك سكر، عندك ضغط، مش عارف ايه، عشان يبدأوا يظبطوا لك التركيز بتاعك بتاع الوجبة بتاعتك او بتاع المشروب بتاعك. وبرضه انت لو جيت مثلا ماسك سندوتش او معاك وجبة بتاكلها في طريقك للمطار وخدتها معاك على الطيارة، قلت هاكل في الطيارة الوجبة ديت، تمام مفيش مشكلة. طلعت الطياره حضرتك والوجبه بتاعتك وسندوتش جميل وتشيكن ومش عارف فاهم، وسندوتش زي ما قال الكتاب. طلعت الطياره بتاكل منه والطياره طايره، يا ايه القرف ده، لقيت طعمه وحش جدا. نفس السندوتش اللي وانت على الارض كان طعمه مختلف تماما عن وانت طاير، ده زي ما قلت بسبب الضغط. طب الضغط دوت بيأثر على ايه في الطيران بتاع البالونه اللي انا قلت لك بتبقى ماشيه في الجو؟ الطيران عموما بيبقى على ارتفاع 35 ألف قدم. طب ليه ما يطلعش على 37؟ ما يطلعش ليه على 100 ألف قدم، على 70 ألف قدم، ويقول لك نسرع أو ننجز أو حاجة؟ لا، لأن على 35 ألف قدم بيكون طبعا الناس اللي فاكرة الجغرافيا فاكرين طبقات الجو اللي هي ترانزوفير وترانزيسوسمير، فاكرين الحاجات ديت. المهم يعني انت على 35 ألف قدم الاكسجين موجود، فالبنزين بتاعك بيحترق بايه؟ بيحترق عن طريق الاكسجين. فانت الاكسجين بيساعد على احتراق الوقود في الطياره وهي ماشيه ويزود سرعتها، وفي نفس الوقت بيكون على ارتفاع قليل مش على ارتفاع كبير يخليها ياثر على سرعتها. طب انت لو طلعت على فوق الطياره مش هتشتغل؟ لا هتشتغل، بس هتاخد بنزين بشكل اكبر فتكلفه بشكل اكتر. لو فاكر انا كلمتك ان شركات الطيران بتوفر بالزيتونه والزيتونتين عشان تحقق التارجت بتاعك. خيالك بقى يروح برضه وانت قاعد كده كلت والاكل وحش ومش عارف ايه، ربنا يكون في عون الناس اللي شغالين بقى في الشغلانه دي على المضيفه وبتوع الطيار والمساعد الطيار برضه بياكلوا الاكل المقرف دوت، ربنا يكون في عونهم بصراحه. لا انا عايز اقول لك معلومه بقى صغيره تخص الطيار والمساعد بتاعه، ان الاتنين بياكلوا وجبتين مختلفتين تماما عن بعض. طب ايه السبب يا معلم؟ السبب ان ممكن اكله فيهم
يكون فيها سم، منعا للتسمم، منعا لاي مشاكل في الهضم او القولون او الاعصاب. كل واحد بيبقى ليه وجبه مختلفه عن التاني، عشان لو واحد تعب او اتاثر بتاثير الاكل التاني يقدر يسد مكانه. طبعا حضرتك كلت وقعدت، انا عايز اخش الحمام، انا عايز اخش الحمام بقى، ودي رقم 7 معانا. عايز تخش الحمام، اول ما هتقوم تخش الحمام طبعا ليه الحمام حجمه صغير جدا؟ احمد ربنا اولا حجمه صغير، لان زمان كانت الطيارات وهي ماشيه ما كانش فيها ولا حمام كبير ولا حمام صغير ولا نظام صرف ولا فيها الكلام ده خالص. احمد ربنا على الصغير، يعني الصغير موجود احسن ما يبقى مش صغير ومش موجود. اول ما تخش هتتفاجئ بوجود حاجتين في الحمام. اول حاجه وجود طفايه. يا ولاد اللعيبه، هم بيشربوا سجاير من ورانا في الحمام ويروحوا بره يقول لك ما تشربش سجاير والسجاير ممنوعه. لا، الناس دي بتشتغل. طبعا حضرتك تقول طب ما انا اولع سيجاره، بعد ما تولع سيجاره طب الانذار هيشتغل، هترمي السيجاره على الارض، وعارفين ان في ناس ممكن ما تهتمش بالقواعد والقوانين، فبدل ما ترمي السيجاره في الارض ولا الكلام ده، لا اعمل لك طفايه بدل ما تبهدل الدنيا. الحاجه التانيه في الحمام اللي هتشد انتباهك، هيقول لك ما تشدش السيفون الا لما تقوم. حد فاكر فيلم فول الصين العظيم؟ لان نظام الصرف في الطياره بيشغل بصرف هواء، لما تدوس حضرتك السيفون بيروح في الهواء. انت مستوعب اللي انا بحكي لك فيه؟ فلما الحاجه تروح في الهواء رايق ايه، هتتشفط حرفيا زي فيلم فول الصين العظيم واوراقك. وبلاش بالكلام ده خالص. الحاجه التامنه معانا، وانت هتسال نفسك هو احنا بقى ممكن نعمل حادثه؟ فاكر انت ممتاز اللي كان في فيلم فول الصين العظيم برضه، اللي كان راكب جنب محمد هنيدي في الفيلم وعمال يقول له احنا شركه الحوادث وعملنا حادثه ومش عارف ايه؟ لا، الحوادث بتاعت شركات الطيران عددها كبير جدا. مش عايز اخش في ارقام واحصائيات وتفاصيل، بس انا هقول لك ان اي فيوز فصل في الطياره والطياره نزلت عملت هبوط اضطراري، دي اتسجلت حادثه. طبعا مفيش طيارات بتقع دلوقتي. اي ماس حصل في الطياره، اي مشكله واحده في الارسال بين مثلا الطياره والبرج بتاع المراقبه اللي في المطار ده او المطار ده او المطار ده، او اي مشكله واحده، او مشكله ايه، شك ان في مشكله حصلت، دي بتتسجل ان هي حادثه في تاريخ شركات الطيران. طبعا كفايه كده معلومات عشان خيالك ما يسرحش منك. اولا يا رب تسافر، يا رب كلنا نسافر ونركب الطيارات، وشركات الطيارات تبقى 95% من سكان كوكب الارض بيستخدموا الطيارات مش 5% بس. واخوك الدولي بيمسي عليك وبيقول لك ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب يا رايق. السلام عليكم.